هذا زمان سووا سحر يعني بدا انا اقدر اقتل واحد. والله لا فارق عجيبين. ويل، بعصايه واحده يقتل واحد، بعصايه واحده يوقف سياره، بعصايه واحده يقتل عائله. في ناس ايش سووا سحر بالشيء ده، بس ما اعرف كيف وقفوا الشيء هذا، والان ما يقدر يسوي فيه اي سحر. ف والله ما حطيته فيديو راح راح يجيكم شيء. استغفر الله استغفر الله. سحر كيف محل على تحت يا حبيبي. واو واو واو. وين 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 وين. شوف كيف الطرب يا حبيبي. راح تكون ايش؟ تجربة حلوة. انا اشوف قرود كذا انا اديهم موز. نو بوب. وانا كاسي اوي اوي اوي. والله الحمد لله بعد ما ريحنا ظبطنا امورنا جينا هنا المدخل رايحين على الشلال وما في دباب ثاني، قالوا الا تركبوا 4 سوا. يلا نجرب نجرب مو مشكلة. وصلنا مكان الشلالات واشتريت تذاكر وتعالوا نخش. ما عليكم من الصور دي يا رجال. تعالوا نخش محل الشلالات. شوفوا كيف محل على تحت، محل على تحت يا ولد. أوه. والناس ده يسبحوا جوا، يعني في شلالات كده وتسبح جوا، فتعالوا نشوف. والله ما اعرف الشيء راح يكون اسطوري. ما اعرف هذا خريطة حق ايش هذا، ما اعرف خريطة ايش دي. فسامعين صوت الشلالات. اول مرة في حياتي اشوف شلال. شلال يا ولد شلال. نشوف هنا المويه. شوف هناك الشلال يجي من فوق هناك، والمويه تمشي كده لحد نحن هنا جينا فيه الحين فوق هناك. الحين احنا نزلنا تحت كده، نزلنا مرة تحت. واو 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 واو. شوف كيف المويه نظيفة، شوف كيف المويه نظيفة. واو شلال طبيعي يا حبيبي، لا فيه كولر، لا فيه غسيل، لا فيه ما اعرف ايش. شلال طبيعي. والله صوت طرب طرب طرب، صوت طرب يا ولد. والله وصلنا الشلال يا حبيبي، وصلنا الشلال يا عمري، وصلنا الشلال. واو يا حبيبي. واو 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 واو. فين واو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله صوت طرب، صوت طرب، والله صوت طرب. واو واو وي. وين شوف كيف الطرب يا حبيبي. والله طرب، انا ماني سامع الا طرب بس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام يا سلام
يا سلام. والله ما اعرف، خايف اسبح. والله اسبح تمام. ها والله جينا هنا الشلال يا حبيبي. يا الله يا ربي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا شلال والله زوج جمباز على ورا. واو. لا والله شيء مره يزحلق مع الطحالب عرفت. ما يمديك والله، ما يمديك ما يمديك مع الطحالب، ما يمديك. والله شعور جميل يا ولد. شوف المويه كيف تنزل من فوق، مويه من الله. ما في احد الرجال يديك المويه دي غير الله. فهذا شلال من افضل الشلالات اللي هنا، واكبر شلال في ساحل العاج. فوالله شيء مره جميل. بس انا بطلع فوق هناك وبسبح، بس خلي الناس خارجوا لانه الناس مره كثير، انا ما اقدر اسبح هنا مع الناس زي. بس باذن الله ايش نطلع فوق هناك نشوف المويه دي تيجي من فين. ف ليتس جو. حتى في قزح وفي حاجات كذا، لكن المشكله ايش انه زحلق ما اقدر امشي هناك. لما مشيت هناك راح اسوي جمباز على طول. ف استنونا الحين نمشي فوق. جمهورين Et nous sommes à la cascade de Man. Ça glisse, hein? Hey. هتنزلني في المية يا لهوي، نزلني في المية يا بوسي، ما بعرفش اعوم. والله يا عيال الشعور هذا اول مره اعيشه في حياتي. شلال يا ولد، شلال طبيعي. ورحت طلعت فوق هناك وطحت مرتين هنا مع الطحالب وكذا، لكن برضو يعني احط هذه التجربه من افضل التجارب اللي سويتها في حياتي. يعني عمري ما سويت تجربه كذا لحالي وكنت مبسوط بهذا البساطه. فرحت شفت الشلال، طلع جبل وما ادراك وكذا. والشلال طبعا خيالي انا لين دحين اشياء ما بخش في راسي لانه مره خيالي. والله انجرحت، شوف انجرحت هنا، لكن برضه ايش عادي مو مشكله. فوالله فكرت لا استنى، رجالي قال استنى والله في قرود برضه، والله في قرود. سبحان الله، والله دي غابه، دي غابه مره ممتعه يا اخي. يا ريت لو جبت اكل كان اديتهم. والله شوف 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 كيف شغل، شوف شوف كيف سبحان الله والله سريع. واو 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 والله متعة متعة. والله مرة مبسوط. أدقي راح أخش ثاني أتسبح لأنه مرة مبسوط، لأنه فرص زي كذا ما أعرف متى يجينا مرة ثاني. لكن أنا مرة مبسوط، الليل كان مرة ممتع وما أعرف إيش أسوي دحين. شكل راح أسبح مع الناس اللي ما بعرفهم وبعد شوية أجيكم. الحين تعالوا نطلع فوق نشوف مكان الشلال. هنطلع فوق، نطلع الشلال ده نشوف جاي من وين. بسم الله. اوه بسم الله. والله محل زي غريب. اوه الحين شفنا قرود قبل شويه فوق وما ادراك. فيلا نطلع فوق نشوف. بسم الله.
سبحان الله سبحان الله. بسم الله. هنطلع محل زي الجبل. اول طلعنا جبل، ثاني مره الحين طالعين جبل. المحل هذا كله جبل. وي 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 وي. بسم الله. وي وي وي. والله شايف لعبة كراش ولا لعبة غريبة كده زمان كنا نلعبها زي كده، بس أشجار وتنطط من فوقه. بسم الله. واو واو. بسم الله. Ici, on fait doucement pour arriver là-bas. ها؟ دوسما. Doucement. فوالا. تعال شوف الشلال. الشلال هناك. شوف الشلال يا حبيبي. Vous voulez traverser comme ça? شوف من فين جاي. واو. هنا قبل شوية كنا هناك تحت نسبح. شوف دحين احنا وين؟ طلعنا فوق. والشلال هذا هو. شوف المويه كيف تجي. شوف كيف المويه تجي. واو واو واو. والله يعني استغفر الله، أول مرة بحياتي أشوف شلال. شلال يا حبيبي. أنا ما أعرف إيش أقول. سبحان الله. شوف كيف المويه من هنا تيجي كذا تك 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 تنزل هناك ويطلع لنا المويه بارد. سبحان الله مويه بارد مع انه في شمس لكن برضه المويه مره بارده. يا حبيبي يا حبيبي. الحين نطلع نمشي هناك يمكن لو في طريقه، لو ما في طريقه راح ننزل. ما اكتفينا من هنا، نطلع فوق كمان نشوف الشلال الحقيقي جاي من فين. يلا. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شامل هتفكس والله، في شجرة فيكس هنا شكله. وصوا. شوف فين المويه فين تيجي. شوف كيف. شوف من هنا كنا تحت الحين ماشيين قدام لسه. الو. Ici, vous avez un petit bassin. تعال شوف. شوفوا 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 هنا كيف غريق. نحن في الجبل صح؟ شوفوا كيف هنا. شوف شوف شوف. الشيخ اشلح محمد تحت. يعني انت لو مثلا بالغلط طحت هنا على السلامة يا حبيبي، ما في احد يجيب لك خبر. الو. لقينا فيها تنسيق. ها؟ اوه والله مويه باردة. والله مرة باردة. حبيبي يا حبيبي. Même la piscine que tu te laves dedans, il y a poisson dedans. Il y a cap, il y a crevette, il y a souris, il y a cap. C'est mangeable. Mais uniquement les enfants du village adeptes, tu peux manger. Étrangers ne mangent pas. Voilà. Seulement les enfants du village peuvent manger. قالوا هنا هنا ايش في اسماك صغيره، حتى هناك في الشلال كنا نسبح في اسماك. لكن احنا ما عارفين. المهم اشياء هذا ناكل لكن الناس ما يعرفوا. لا يلا سبحنا في مويه حق اسماك. الله. Ça finit pas quoi. Ça finit pas. Ça finit pas, ça continue même juste devant. Et ça parcourt 18 km avant que ça arrive ici. D'ici jusqu'à où la source sort, c'est 18 km. يقول لك المويه دي عشان تجي هنا من 18 كيلومتر. 18 كيلومتر. تخيل المويه دي جايه. Donc ici, c'est notre limite qui est là. On ne peut pas trop avancer encore. C'est limite ici. Et après, on va ressortir sur la voie du village. Souvent, on trouve les serpents dans la forêt. Voilà, souvent, on trouve les serpents qui se promènent. Mais il y a des serpents dangereux aussi, il y a des serpents qui ne sont pas dangereux aussi. Donc, on ne peut pas trop approcher là-bas. Donc, c'est limite ici et on va se retourner. Donc là-bas, tu vas trouver des spirins, des lions. Non, bon, il n'y a pas de lions ici. Seulement, on peut trouver des serpents comme mamba vert, mamba noir, vipère, on peut trouver, mais pas les lions. Alors, recule.
شيء ما فوق انا ساعتها شوي السلامه. بقول لك تعدي هناك راح تلاقي الثعبان حق المافيا الاخضر والاسود ذاك يديك واحد كده مع السلامه. واو السلامه الو ورميه. والله راكبين 4 مع بعض وماشيين على حديقه القرود. الحين حديقه القرود انا برضه راح تكون ايش؟ تجربه حلوه. اشوف قرود كذا نديهم موز ونديهم اكلات خفيفه. والله طريق نزله. الطريق نزل الدباب ماشي بسرعه وحتى الدباب مو شغال. والله موضوع الدباب مو شغال لانه الطريق كله نزله. ف والله ضحك قلت كيف والله الدباب مو شغال. سامعين صوت الدباب؟ ماني سامع. والله الشيء ماشي بس ضحك. جاء إذا فانشن مانو يا بنازا. جينا الغابة حق القرود هنا والموز كده يقطعوه تك 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 عشان يدوا القرود. فدحين نخش ونشوف القرود كيف. الشارع يكون خيالي. تشوف قرود كثيرين كده. قرود حق سحلاج قرود حق سحلاج. شفت قرود كثيرين لكن قرود حق سحلاج انا ما شفت. الحين نشوف بعيننا ونديهم الموز. راح يكون تجربة خيالية. لكن الدخول غالي والله. الدخول ب10 ريال. ليش ب10 ريال؟ هناك خشينا ب6 ريال ولا اقل من 6 ريال. المهم بس مو مشكلة يلا عوافي. نخش ونشوف التجربة كيف. هتكون تجربة خيالية ان شاء الله. على زي فاشترينا الموز والموز لازم نقطعه عشان يدوم. سامعين صح؟ نادي فيهم كده ينادوهم. فنادي في القرود. تعالوا نشوف كيف ناكلهم واحد ورا الثاني. يا قرود اطلعوا اطلعوا جبنا لكم اكل. تعال 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 اسمع شوف دينهم. Faut des petits donner, attends. Ils vont sortir beaucoup wow. Faut pas avoir peur. Non, Faut pas avoir peur. calmez-vous. Attends, il est divisé, pardon. Attends, il est divisé un peu. Attends. نو اصلا عادي انا تمام والله العظيم انا حلو قوي. انا بص Tu vois, il y a- Vos filmer ça. Ils vont. Attends. Attends, moi, il bouger. Hey, toi là. On laisse pas. Calme-toi. Calme-toi. اجلس هذا. Tu peux laisser mon sauter, là. Tu peux soulever ta main, ils vont sauter, ils prennent. Non. Oui, je vois. Ils vont comme ça. Je vois. Non, tu laisses pas. Ils vont sauter pour prendre ta main. ويو يا شكلك كمان والله حقار والله ورا حيوان هذا. شوف 1 2 3 ماذا شوف كيف ده والله يخوف. وين خوف. شوف كيف يعرف انه هذا ما يروح حيوان هذا فاضي ما ابدي ولا شوف ما بياخذوه شوف بيمرا والله بعد ما اكلناهم شوف كيف اكلوا الموز كله. خلاص عرفت خلاص بيتخارجوا. وكلهم قاعدين فوقنا يتخارجوا. الحين لو ايش ما يجوك ثاني. خلاص عرفوا كيف. أشكالهم مرة جميلة. شوف كيف شكله جميل يا ولد. والله شكله ما شاء الله جميل. شوف كيف ياكل الموز. ايه قرد جعان صح. شوف كيف جعان ياكل الموز. والله شرد ياكل البقايا هذا. وش كيف شكله. شوف كيف ياكل البقايا والله مفتح. شفت كيف مستنين هنا ده يبقى موز. شوف ده يدور بقايا ما في موز مسكين. ما في موز والله انتهى والله معليش خلاص راح.
والله هنا جينا السوق. يعني انت من السوق تعرف هل هي المدينه فقيره ولا غنيه. هنا ما تيجي السوق تلاقي ناس الرجال اوف ازعاج يمين يسار وما ادري عرفت. والله بوجهه نظري ما في زي العاصمه بتجان، ما في زيها ما في زيها. هنا زحمه وازعاج واكل غالي عرفت، ما في كل شيء متوفر. فدي هي مدينه ما، الاكل مو متوفر زي الناس وغالي برضه. يعني اغلب الناس هنا ما عندهم سمك، السمك هناك في مدينه سحراء في ابيجان ارخص شيء في كل مكان تلاقيه، لكن هنا ما تلاقي اسمه الشيء ذا السمك كثير. تعالوا نخش دحين جوا نشوف. قالوا عندهم الملابس التقليدي بيسووها بطريقه مره غريبه. تعالوا نشوفها كيف. تعالوا شوف كيف ازعاج ولا يرقصوا. وانا كاسي اوي 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 والله ازعاج. والله الجو حار، جو مره حار، جو حار جو حار ازعاج. سكر حقفل لانه الشمس جو مره حار عرفت وزحمه. والله في السوق هنا اكثر شيء موز. الموز شوف موز مشي على يمينك ويسارك. شوف هنا في موز مشي اكثر شيء موز. موز مستوي موز مو مستوي كله موجود. في الشطه هنا كمان كيف الشطه يمينك ويسارك. هنا في سلطه طماطم حاجات هذه باذنجان يمينك ويسارك. الملح شو كيف يبيعوه؟ يبيعوه في اكياس كبيره. الملح هي مره رخيص مره رخيص الملح. الملح كله يمكن اكبر شيء ده يمكن بريال واحد. وهنا وصلنا مكان شايف الحاجات هذه حاجات كده في القريه هذه يلبسوها. انا ما اعرف هل بيلبسوها كل الناس حلعت زمان ولا ايش ما اعرف، لكن في القريه دي يسووا الشيء ده بيدهم. يعني ملابس ما اعرف كيف يسووها، دحين راح تشوفوا طريقتها. بس دي اشكالهم برضو يعني في الاحفال في الزواجات يحطوا الاقنعه دي. انا اشوفها حاجه تخوف، لكن عندهم دي عادات وتقاليد ما يمديك تقول شيء. فسبحان الله عادات وتقاليد مختلفه تستغرب تستغرب. تعال نشوف جوا. بين شوف دي التماثيل. Là, c'est le bois aloe. اه Soyez les bienvenus d'abord. Ah, Il y a un bois qui est uniquement dans la région des Mans, qu'on appelle aloe. C'est naturellement rouge. Parce qu'il y a des clients qui pensent qu'on met la teinture, ok, c'est la couleur naturelle du bois. Vous voyez, c'est le bois brut qui est là. Qui est brut. Vous voyez, c'est naturellement rouge. هذا خشب احمر ما تلاقيه الا في المدينه دي، وكده احمر يعني هو في يعني تلاقي الاخشاب الثانيه لونها ما اعرف كده صفراء ولا شيء، فهذا لونه احمر هنا. فمن كتر ما هو لونه احمر فقرروا ايش يسووا فيه تماثيل. شوف هنا فيل وشوف شوف كمان شوف التماثيل دي اللي سووها بالاخشب الحمراء دي. ما اعرف في كل ساحل العاج ما تلاقي الا خشب احمر هنا بس. يلا دحين في خشب تاني اسمه كاسيا. هذا خشب لونه اصفر، فقرروا يسووا بيه تماثيل مختلفة زي الفيل هذا. وديل برضو شوفوا الأسمة حقهم برضو شوف كيف Le chasseur. ده كله سووه بالخشب الكاسيا لونه أصفر كده. Vous connaissez le bœuf? بولا وي Oui, même bœuf là. C'est os là que j'ai pris pour fabriquer ça. ثور ولا شيء زي كده. المهم اللي نذبحه ده الكبير اللي عنده قرون، والله نسيت اسمه بالعربي. المهم هذا خشب حقه عفوا هذا عظامه، هذا عظام الثور ولا عظام البقر يعني حاجة زي كده. المهم عنده قرون، فهذا العظام حقه ومن هنا سوى منه تماثيل. فشوف هذا تمثال سواه من العظام. سواه من العظام. Vous avez fabriqué ça, non? C'est bon, j'ai fabriqué. C'est joli, c'est joli. C'est joli même, c'est joli. شوف هذا كله سواه من عظام، سواه من عظام. Voilà. Là, c'est les masques de la région. Masque de la région de Voilà, Mans. de Mans. Ah. Ce sont ces masques qui sont là. Yeux ronds, c'est garçon. Yeux fins, c'est la femme. Hmm. Mais ici, les femmes n'ont pas le droit de porter masque. Hmm.
quand le masque sort dans la case sacrée, les femmes viennent danser avec le masque. Les femmes sont uniquement représentées. Ils n'ont pas le droit de porter masque. Voilà, c'est comme ça. Les femmes aussi, ils ont leur cas sacré où les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Voilà, c'est comme ça. طيب هذه هي الأقنعة اللي كلمتكم عنها، أقنعة حق المدينة دي، حق مدينة ما بس، يعني أنت تروح كل المدن ما تلاقي أقنعة زي هذه. فهذه العيون الكبيرة هذه هذا حق الرجال، وهذا العيون الصغيرة حق الحريم. حتى الحريم يقول لك ما عندهم ايش يعني الحقية انه يلبسوا الماسك، يلبسوا الأقنعة دي. ايه صلاة؟ Oui, c'est le même masque aussi. c'est même masque. Oui, c'est le même masque. كله شايف هذه الأقنعة ما تلاقيها إلا في المدينة دي. Bâton de commandement pour les chefs, ceux qui donnent des ordres. Ça peut être à la maison, tu dis toi, toi, toi. Voilà. C'est ça. هذه حصاية إعطاء أوامر. شايف مثلا أبوك ولا جدك ولا المهم أي واحد عنده أوامر، فبالعصاية دي هو يدي أوامر. مثلا أنت تقول يا ولد يا محمد أقعد تحت، يا يوسف أخرج، يا بكوري تعال، زي كده عرفت. فأنت لو تمسك العصاية دي أنت عندك سلطة. Mais ici, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui on travaille dessus, des mystiques. S'il met sur toi, c'est pas bon. Il peut arrêter la voiture avec ça. Dès qu'il met sur la voiture, le moteur se coupe. Voilà, pendant la guerre, les gens se servaient de ça. Mais c'est travaillé. Voilà, avec ça, ils rentrent ça dans la case sacrée, ils travaillent dessus, ils mettent des pouvoirs dedans. Voilà, il y a des pouvoirs dedans. Tu mets sur un être humain, il peut mourir. Mais actuellement, il n'y a pas de pouvoir. Voilà, il n'y a pas de Mais c'était quand? C'était quand? 2000, Oui, 2011. Ouais, 2002 pour commencer. 2002. Oui, 2002. ça a commencé en 2002. شوف القصة الغريبة دي، يقول لك وقت الحرب، في حرب حصلت في ساحل العاج عام 2002 و3 ولا 2001 المهم، يقول لك الناس سووا سحر في الشيء ده. هذا زمان سووا سحر، يعني بداية أنا أقدر أقتل واحد، والله لا فارق عجيبين. ويل بعصاية واحدة يقتل واحد، بعصاية واحدة يوقف سيارة، بعصاية واحدة يقتل عائلة. في ناس ايش سووا سحر بالشيء ده، بس ما أعرف كيف وقفوا الشيء هذا، والآن ما يقدر يسوي فيه أي سحر. ف والله ما حطيته فيديو راح يجيكم شيء. استغفر الله استغفر الله، السحر هذا مو كويسي والله، استغفر الله، بس استغفر الله، ما نستهزئ بالسحر وما نستهزئ بالدين. فهذا شيء رب الإيمان، يعني شيء غريب سووا فيه سحر وحاجات، لكن الحمد لله وقفوا. يا بلو نو يا بلو سا Non, 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 ça c'est يا بلو سا، ما في سحر ولا شيء. لو حطيت لايك Voilà, c'est ça qui est là. شوف هذه الحاجات كلها ايش، يعني لو تبغى تاخذها ذكريات ومثلا كده شيلها. الله عن نفسي انا ما ابغى اي شيء، انا ما ابغى اي شيء من الحاجات دي، انا بتخارج من هنا بس. لكن بصورة مفصلة وريتكم كل شيء هنا، تماثيل وكيف يصنعوها وش تسوي كانت زمان وما أدراك. بإذن الله لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فأنا ما بشتري شيء هنا ولا بأخذ تذكيريات، حتى الفيديو يمكن راح أمسحه. فنمشي قدام ونشوف كيف يصنعوا الملابس حقهم. دحين ماشيين في حارة، تقدر تصدق؟ شوف والله طالعين كذا في جبل، فهذه حارة، فهذا كله عشان نصور كيف يسووا الملابس التقليدية اللي هنا. وريتكم الحاجات التقليدية اللي كانوا يسووها مثلا زي التماثيل والحاجات هذه، لكن دحين الملابس حقهم. الحين نمشي نشوف، يلا شوفوا هذا الخيط اللي يسووا منه ملابس. يعني والله انا ما اقدر اتصور الشيء ده، لو فسرت لي هو انا ما اقدر اتصور. شوف هذا هو ليه هناك يمكن اكثر من 60 متر، والله مو 60 متر 200 متر، انا ما اقدر ما اعرف الامتار والحاجات هذه المشكله. اكثر من 200 متر يا ولد. شوف كيف يسوي الشيء كده، تك تك تك، ما اعرف كيف. تعال 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 افسر لكم دحين. تعال، انا لسه ما شفت شيء زي الناس، بس يعني شفت خيوط كده. شوف الخيوط الكثيره هذه انا بس شفتها، ما شفت حاجه لسه. وشوف حتى والله يا اخي انا اصفق لهم.
هنا الملابس التقليديه الافريقيه ما تساري يعني بخيط واحد كده انت تسوي مع بعض، لا لا، انت لازم تخلط الخيط مع بعض، مثلا تحط اسود ابيض ما اعرف كيف وتلخبطه كله سوا عشان يطلع لك ايش لون حلو، وبعدين ايش تسوي منه الملابس التقليديه الافريقيه دي. فهنا شوف كيف يسوي الشيء هذا، شوف رجله وشوف يده وشوف وين يودي الخيط ويجيب الخيط ويرجع الخيط عشان يطلع له لون زي ده. حركة شغله كيف عشان يطلع لك لون زي هذا. فالخيط هذا عشان يشتغل بيه لحد المسا مثلا لازم يفردوا لين هناك، ما اعرف والله انا يمكن اكثر من كم متر هذا الشيء، مره بعيد. هذا اللي هنا يعني هذا اعلى واحد، الباقيه مثلا هم يحطوا الخيط، مثلا يحطوا خيط 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 وبعدين ايش يجيبوه عنده هنا ويفردوا الخيط لحد هناك، يفردوا الخيط لحد هناك عشان يجيبوه للكبير هذا، والكبير هذا ايش يسوي تك 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 كده بالحركه هذه عشان يطلع الخيط بصوره جميله. وانا الشيء لفت انظاري انه في اولاد صغار هنا يشتغلوا، اولاد صغار يمكن عمرهم من 7 سنين لحد فوق. شوف كيف يعلمهم الخيط شويه شويه، كيف تمسك الخيط شويه شويه، كيف تطلع هنا شويه شويه، كيف تودي الخيط هناك شويه شويه، كيف يعني شيء زي المدرسه. عرفت الحين وراي انا كله خيط بس، الحياه دي عباره عن خيط بس، خيط يمين خيط يسار خيط فوق خيط تحت، فهم يسووا الملابس هذه عشان تطلع بالصوره هذه. الشكل هذا والله ما اعرف مصانع يسووها ولا ما يسووها، بس الافارقه ديل عشان يسووا الشيء ده لازم يفردوا الخيط بالطريقه هذه. وشوف كيف الشيء يعني مره قوي، الشيء مره قوي يا ولد، والله شيء مره قوي. فهذا لبس افريقي سحل العاجي ما تلاقيه الا هنا، وطريقه عمله ولا طريقه تصنيعه مره شيء غريب. شوفوا بالله والله زي المدرسه. شوفوا الولد الصغير هذا وشوفوا ده واخوانه وقياربه، وده برضه شوفوا الولد الصغير. يعني ما في حل لك انك تجلس في البيت، تيجي هنا تتعلم وتشتغل وتسوي فلوس بنفسك. والله افريقيا تدرسك حتى لو انت صغير. والله دحين رايحين مكان من اسمه خوف، اسمه جسر فاصل بين ليبيريا وكوتوفوار. فالجسر هذا يعني من اكبر واخطر الجسور الفاصل بين البلدتين، وهي ليبيريا وكوتوفوار، وحتى هي مصنوعه من خشب وحبل، يعني من زمان مصنوعه. والله هو مره يخوف، انا شفت عنه صور لكن ما شفته بالحقيقه. الان رايحين ركبنا السياره باذن الله في الطريق يمكن ساعه ونص ما ادري والله الحدود هذه، والسياره مسرعه يا ولد بسرعه غريبه. فاذا وصلنا هناك راح اصور لكم كل شيء بالتفاصيل، وباذن الله راح تكون يعني فقره مره ممتعه ومخيفه، وانا احب المخاطرات واحب يعني حاجات تخوفني، لانه ايش هذا تحدي بيني وبين نفسي، وحتى راح يكون مع غروب الشمس فراح يكون ممتع وانا مستمتع. لما نوصل هناك ان شاء الله راح اصور لكم كل شيء بالتفاصيل. سي يو. هنا وصلنا الفقرة الثالثة اللي هي الجسر. الجسر هذا من أقدم الجسور في سهل العاج. جسر بس عبارة عن خشب بسيط وحبل قوي كده ما تلاقي زيه في الزمن هذا. فأنت عشان توصل هناك لازم تطلع جزم أول. أنا مطلع والله مغبرين وسخانين جايين من محل بعيد، وجد الحين تلاقي أصفر وأحمر وما أدراك والملابس وسخانة. يلا تعالوا نشوف. شوفوا كيف هذا، ما عارف خشب ولا ايش، هذا خشب نحن عرفناه، لكن الشيء ده انا ما عارف والله ايش. المهم هذا كله سوي منه جسر والله مره مخيف، وتحت في مويه. انا ما اعرف انت لو تسمع صوت المويه، النهر هذا مره قوي شوف يعني اوف ماشي كده. تعالوا Après, ça nous poser quelques questions à propos de l'histoire du pont des Lianes. T'as compris? شوفوا كيف. Attends, vous traversez. Moi, il est vêtu. شوف تعال
فين والله يعني الجسر هذا ما عارف كيف مسوينه. شوف كيف خشاب بس وحبل زي الخشب ولا كيف مسوينه. والشيء هذا مرة قديم، أنا ما قريت عن تاريخه لكن هو مرة قديم. فتعالوا واو، شوف الجسر هذا والله هو مخيف صراحة، لأنه تحت في نهر وفي صخور وفي حاجات والمويه مرة قوية تحت. ف واه والله يعني شعور لا يوصف. وين يا ولد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. بسم الله 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 بسم الله. ولا جد اتحرك ورب الايمان اشي خوف والله. شايف البيبي لما تحركوا كيف؟ ايه ساسفو شايف والله والله ده يجيني دخن، ده يجيني دوخه وربي والله. شايف البيبي لما تحركوا كيف؟ بس اشي يتحرك زي هذا. واو واو لا اله الا الله. شوف المويه تحت كمان كيف، شوف الشيء كيف يتحرك زي البيبي. تشيس يا صفو. شوف كيف والله شيء اسطوري. شوف كيف الجسر ذاك المويه، شوف كيف جايه قويه من هناك. فانت لازم تمشي هنا حفيان، ولما تركب لازم تكون ايش؟ قوي، يكون قلبك قوي. انت لو قلبك ضعيف هنا والله تسوي جمباز تطيح. فما اعرف حتى يمكن ما بدك تطيح، لكن رجلك يخش تحت وتبهدل نفسك. فوالله من بعيد جينا عشان نمشي هنا، بس من بعيد جينا ولد عشان نمشي هنا. والشيء هذا مرة قديم، انا ما اعرف كم عمره دحين، بس نشوف كم عمره ويعطونا عنه خلفيات وكذا. فعدينا الجسر من هناك رجال ماشيين، القلب في اليد، قلبي في يدي والله، قلبي في يدي من هناك ماشيين. فوصلنا للنهاية. واو 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 الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. عدينا الجسر، هو جسر والله مرة مخيف. شاف البيبي لما نحطوه في هذا كده بس انت قاعد في النص، نمشي يمين يسار. فدحين حنرجع ثاني مرة، لكن خلينا نبدل، خلينا نهدى شوية. وكيف نص الجسر دحين انا لو امشي كده، يمكن امشي على ليبيريا اروح بلد ثاني، لكن انا في سهل العاج، انا ماشي هناك. والله بس وصلنا هذا الفيديو، وهذا هو ختام الفلوقات اللي سويتها. يعني كانت رحلة أسطورية بمعنى الكفاية. أنا مرة مبسوط في أشد البساطة، لأني سويت تجربة جديدة وكانت النتيجة مرة مبهرة. يعني أول مرة في حياتي أتسلق جبل، أول مرة في حياتي أشوف شلال، أول مرة في حياتي أتعدى جسر خشبي، وأول مرة في حياتي يعني أسافر بمحل بعيد كده لحالي، وأول مرة أشوف ناس كده غريبين في قرى وما أدراك وكده يعني، وأول مرة في حياتي أسبح في نهر وشلال وما أدراك. يا أخي والله كانت هي مرة ممتعة. حتى أتسلق الجبال، أشوف الماعز وهنا وكذا، حاجات هذه ما قد سويتها في حياتي، وأنا كنت مرة مبسوط. والآن بدأت أسافر مدن يعني في ساحل العاج، والأجواء ممتعة برا المدن. أنا دائما كنت في ساحل العاج في المدينة، بس بعد ما سافرت لقيت إنه ساحل العاج دولة مرة كبيرة وغنية، وعندها أي شيء في بالك هذا تلاقيه في القرى وتلاقيه في كل مكان. وشفت عادات وتقاليد جديدة، تعرفت على ناس، فذا شيء كان مرة ممتع ومبهر. فأنا مرة مبسوط، وإن شاء الله برضو أنتم عجبتكم الفيديوهات، وبإذن الله الرحلة اليوتيوبية راح تكون مرة أسطورية. وهذه كانت مكافأة نسبة توصل إلى 100 متابع. فمبارك إذا وصلت 1000 متابع، مبارك إذا وصلت 10000 متابع، 100000 متابع، خلاص الرحلة اليوتيوبية راح تكون مرة أسطورية. فبإذن الله نشوفكم في حلقة جديدة إذا وصلنا 1000 متابع. إذا وصلنا 1000 متابع راح أروح مكان جديد وراح نستكشفه، وراح تكونوا مرة مبسوطين.
يعني الرحله الاتوبيه بعد الكاميرا الجديده راح تكون مره اسطوريه. فاتمنى انه الفيديو مره عجبكم، وباذن الله راح نشوفكم في حلقه جديده عن قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.